المجازفه اللي انتوا عملتوها عشان تجوا ايطاليا من مصر لهنا كانت حاجه تستحق المجازفه انك تيجي؟ لا والله ما تستحقش. لا والله ما تستحقش حاجه يعني. طب انت شفت ايه لغايه دلوقتي في البلد هنا يخليك تقول ان هي ما تستحقش؟ والله مش البلد نفسها، بس احنا كان متهيأ لنا في حاجات واحنا في مصر ان هنا جنه، هنا جنه. هنا ما تستاهلش الرحله من مصر لهنا، ده موت. انتوا جايين بحر، مفيش طياره الا بحر وموت. جايين بحر. اتبهدلت جامد في المشوار. والله مشينا في غابات وبحر نصيحة محدش يجرب اللي ده يمشي في وسط غابات والبحر 5 أيام في البحر يا يعدي يا معدي. تشوف ايه في الغابه؟ الغابه اللي بتمشي. حاولنا اليونان ضربنا بعصا قد كده، طب انتوا قلتوا لنا ان انتوا ما دخلتوش ليبيا. لا انا مره بقول لكم ان انتوا محظوظين. ايوه من على تركيا، يعني في ناس انا مشيت مع انا ابن عمي محبوس في ليبيا مش عارفين عنه اي حاجه، يعني مش عارفين عنه اي حاجه. في ناس ماتت، في ناس تاهت البحر مش عارفينها ماتت ولا عايشه، يعني عندنا السمك بيتغذى على المصريين بقى صعبه جدا. لا المشوار وحش، نصيحة محدش يجرب. انت جاي معاه في نفس المكان؟ لا انا رحلة غير. بس انا الرحله بتاعتي انا طلعت من تركيا، قعدت 7 ايام في البحر، 3 ايام من غير اكل وشرب. طب معلش ممكن تقول لنا صرفت قد ايه في السفريه دي؟ السفريه دي لا يا صرف كتير يعني تقريبا حوالي 7000 يورو. 7000 يورو مش مصري يعني؟ يورو. طب وانت معلش؟ لا انا برضه من تركيا الحدود دي 8000 من تركيا لهنا. يعني نفس الطريق اللي هو عمله؟ من تركيا مش من مصر. يعني انت كده ما حسبتش كمان السفر من مصر لتركيا؟ لا. هو من مصر لتركيا يعني الحوار كله 250,000 جنيه مثلا. 250,000 جنيه مصري؟ ده في الرخص. انا لو الاقي واحد يديني 250,000 جنيه ورجعني مصر، انا اخدهم منه وارجع مصر.